قوية لفرقة صد رد. خلونا ندعي يزن الشمالي سيتي عيسى حويل، معاوية الطرمون، لحد هناك على حمد ولا سكر بعد المسرحيه راح نكتب بنفسه منيح هيك؟ اتفقنا؟ لو سمح تفضل وليس امر بعد استعراض استاذ شعراء نبلش المسرحيه. تفضل يا علي. صوت ومالك طاير بعد على اصابع الدليل خف عقل امي تغيبت من الوضع. انت عارف تعتبر بكتيريا كلام امي اصلا بالدار ما بتخليني انام. اذا بتقول لي بتجيب لي صاحي وفجر نايم بتقول لي نام اجيب لك سعديات قطعه ولك عرفتها ولا كانت ترتة بتخاف من ابنها. اذا حدا بتوفى انت بنقعد وبغليها من الحاره الكذب. انت بتحبها؟ والله بحبها. لا انا اتوقع ان هي بتحبك متى انت بتحبها. والله ولك انت اصلا على الحلاوه اللي عندك. والله لو عندي 9 خوات بعطيك اياها. حبيبي 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 وكل واحده ببلاش الا ربع. رسمي. وعشان هيك يعني ايش؟ بدي اياك انت تكون مصحصح مفتح. بعدين بدي اقول لك على قصه. احنا ليش يعني نضل شغالين عليك؟ كبرك ماكل يا اخي. الرايح والجاي. فيك تعذبينا وتكرينا وتمرقينا تلعب السلسبيل تبعنا. تعرفي انه اليوم انا ابوي مسلي كان يوم انت نسيتي شوي عليه اسم ناصر احلالك فكرت اشتغل اساعدك انا؟ برضو؟ برضو عادي انا عارف. في حدا اسمه ناصر ساكن هون؟ في حدا اسمه ناصر مؤكد حدا اسمه ناصر تعال انا اكثر من ناصر مره. شباب في حدا اسمه ناصر ساكن هون؟ في هذا ناصر. اسمع لو انا بروح حتى نكون مع بعض تفضل عندك الكلكه عندك الحقيبه. لا خليه فوق. بقول يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام شوف يعني هي
يلا حبيبي يا أخوي. احسن من اللي بنمشي. والله ما انا وهي بتحكي لناصر انا هذا الولد صغير تنقيسه هبل امي والله يا امك انتوا مالكم جاي الاسبوع لو تستنى حبيبي انا بلد انت المهم الموضوع وين؟ الموضوع انه جمعنا حاضر قال هذا الولد اذا بشوف اخواني معه او الله او بحكي معه او بشجع عليه بتجمعك شخصيه ايش بتعمل فيها؟ بتطلب الجليد؟ ما شاء الله كيف؟ تطلع راسه؟ طب كيف بدك تستخدم الجليد؟ مسدس المي؟ هذا بتقول بالتركيب يعني ما تقول بيكون عندك مسدس دم؟ أما أنا عارف إنك ما تقول المهم أنا بدي أكمل لك الفكرة اللي بدك إياها تضبط معك شو بدك تعملها؟ هذول الثانيات بحب التركيز يكون في شوية وساطة التدريب اللي قاعد بصحى فيه ولا هذول بحب التركيز يكون في شوية وساطة فأنت بتشوف تحاول تطلعها أكيد اللي راح تتجوزك ما انا عارفك مع النسوان لطف كل بيتك تجي تقول لي على حالك يا سلام ابدا خلينا نروحنا هيدا اعطيتك على فكره بدي اروح يا تلمي لانه انت مرتبط يعني انت بدنا انصحك مش عامل حالك بتفهم من كل شيء وانت طبيب شو خلص هي قاعد هذا انت بتتكلمش معاه خليني اسمع اي مصطفى في هذا القطعه عم تسمع يتعلم بنادي على الدار على راسي ناصر ابو علي هذا لازم عندك من يطلع تعرف ناخذ تصفيق صرفت ناصر ابو اللي معي سفرة الجلاكسي مدير عام ماليزيا انت بتعرف انا شو بحبك وبعزك وبخاف منك اكثر من الفيديو ولا كلمة شفت هذا ناصر ابولو هذا ناصر ابولو عمله اللبناني مصطفى سلمان عمل لك مسعى لو يجي تشتغل مع ناصر ابولو كنتوا بتجوزوا بعض اول بنرجع التنزيل دايما قعدت على الراجل المفروض كيف تجيني يلا فيها هنا كيف محمد
هسه بدك تجيب الكتاب وبص الفيلم. ايه شو اسمع بما انكم بتصصوا اثنين بنت عم ناصر اللي بيجي فيها بقطع رجليه. لا يا حبيبي ما حدا انت النصر هاي لنا كيف بتصل على الكاميرا غيره سيدي بيصير احنا بخدمة المسلمين وطيب التراث وخدمة دائما المحامي شراع كما خدمة ان شاء الله رئيس البلدية القاهرة نسمع تحية لشراع. سيدي انا هاي بنت بصراحه انا بحبها وما راح اسمح لها ولا كنت رخيص ولا انت قدام الحكومه بل انت قدام والله انت ما تشوفش بس وياه اجيب على وجهك وياه بس شفتني كيف هذا الزلمه لا على راسي شو ابراهيم ان شاء الله ابراهيم اعدام الحصيات لا يا سيدي بدار الله لا يا سيدي نحن نسأل يعني طيب على هذا الهم ليش يقول ان انا افتح مساكين؟ ما حتى حاميها ايش مالك؟ شو بتحكي؟ يا ابراهيم وينك يا ابراهيم؟ انا بستنى 5 سنين طلع